شيفروليه اوبترا الشكل الجديد. عايز اقول لكم على حاجه كده. الفئه اللي تحت المليون جنيه في العربيات السيدان، انت بقى لو انت قدامك الفرصه ان انت تشتري دلوقتي عربيه تحت المليون جنيه، هل هتشتري الشيفروليه اوبترا ولا النيسان صاني ولا البايك اليو 5 بلس ولا الجيلي ام جراند؟ عايز اقول لكم يا جماعه، احنا في اواخر ال 24 ما كانش عندنا غير النيسان صاني والبي واي دي الاف 3 ومؤخرا البايك اليو 5 بلس. ما كانش فيه غير الثلاث عربيات دولت اللي كانوا تحت المليون، يمكن حوالي في رينج 700 800. دلوقتي بقى فيه اختيار كتير جدا 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 في العربيات السيدان اللي تحت المليون، ونسيت اقول على البروتون ساجا. كده بقى معانا اكتر من عربيه في رينج المليون، او في رينج قصدي سوري تحت المليون في عربيات السيدان. عندك ارخص واحده فيهم هي النيسان صني، وبعد كده البروتون ساجا، وبعد كده الشيفروليه اوبترا والبايك اليو 5 بلس، واغلى واحده فيهم الجيلي الام جراند 7 الجديده اللي انا لسه عايز اصورها واقول لكم انطباعي عنها. فانت دلوقتي لو نازل تشتري عربيه زيرو تحت المليون، هتشتري عربيه ايه في فئه السيدان اللي انا بتكلم عليها دي؟ اكتب لي في الكومنتات رأيك، وقول لي لو هتنزل تشتري هتشتري انهي عربية في برنامج الطارة مع معتز هشام. واعمل لي بقى لايك وفولو وشير. وعايز اقول لكم ان معظم العربيات او الثلاث عربيات بالظبط نازلين بفتيس سي في تي، منهم الشيفروليه اوبترا والبايك اليو 5 بلس وتقريبا الجيل ام جراند. مش متاكد قوي، لكن اللي انا متاكد منه ان بروتون ساجا والنيسان صني الفتيس بتاعهم اوتوماتيك عادي. فقول لي بقى رايك، واوعى تختار غلط. اوعى دي مش معناها انك العربيات دي كلها وحشه، اوعى دي كلمه انا متعود اقولها في برنامج الطاره مع معتز هشام. اعمل لي بقى لايك وفولو وشير عشان اللي جاي في عربيات حلوه قوي، وانا بحب العربيه دي. سلام.